نحن جميعا معا اليوم لنحتفل بهذه الجائزة مع أسرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا قصة ليست مجرد خبر عابر. اليوم نتحدث عن تتويج تاريخي عن نجم صنع المجد بقدميه، عن لاعب حطم كل الحدود ووصل إلى القمة. نعم، إنه أشرف حكيمي الذي توج رسميا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025. ولكن كيف وصل هذه اللحظة وكيف استطاع هزيمة كبار القارة؟ هذا ما سنكشفه الآن خطوة بخطوة. منذ بداية الموسم كان واضحا أن حكيمي يعيش أفضل لحظاته. لم يكن مجرد ظهير أيمن، بل كان جانحا صانع لعب، مهاجما ومدافعا في نفس الوقت. لاعب أعطي الحرية فانفجر إبداعا. الكل لاحظ السرعة المهولة التي يمتلكها حكيمي، لكن السرعة وحدها لا تكفي. في الذكاء التكتيكي الذي أظهره هذا الموسم كان خياليا. اختيار توقيت المناسب والتحرك بين الخطوط وصناعة الفارق. كلما لمس الكرة مع ناديه باريس سان جيرمان قدم أرقاما قياسية، أهداف حاسمة، تمريرات صنعت الانتصارات، ومباريات كان فيها اللعب أكثر تأثيرا على الإطلاق. كان دائما الحل عندما تختنق المباراة، وكان دائما الشرارة التي تشعل الملعب. ومع المنتخب المغربي حكاية أجمل حكاية. حكيمي قاد الدفاع والهجوم في نفس الوقت، أعطى المنتخب شخصية جديدة، قوة جديدة وثقة، جعلت المغرب بين أقوى المنتخبات إفريقيا 2025 وكذلك في العالم. الكرات الثابتة، الانطلاقات، قيادته داخل الملعب، كلها كانت أدلة على أنه جاهز للقب كبير مثل هذا. النجوم الأفارقة هذا الموسم كانوا في مستوى رائع، والمنافسة على الجائزة كانت نار. لكن حكيمي كان لديه ما هو أكثر من الأرقام، كان لديه التأثير الحقيقي، تأثير اللاعب الذي يغير مسار المباريات ويقود فريقه إلى الأمام. وهذا أرعب المنافسين وجعل لجان التصويت ترى الحقيقة بوضوح. فوز حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 ليس مجرد تتويج فردي، بل هو رسالة قوية. الاجتهاد والانضباط يصنعون المستحيل، وحكيمي اليوم يقف كواحد من أعظم اللاعبين الذين مروا على الكرة الإفريقية. واكتبوا لنا في التعليقات ما هو أكثر لحظة أعجبتكم لحكيمي هذا العام، وهل تتوقعون أنه قادر على الفوز بالجائزة مرة أخرى؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس، لأن القادم أقوى بإذن الله.